اهلا وسهلا بكل متابعين قناة مصر الآن. زي ما عودنا حضراتكم حلقتنا بتبقى فيها جميع الاخبار اللي حصلت على مدار الساعات القليلة الماضية. بس قبل ما اخش على تفاصيل الخبر والفيديو اللي معانا النهاردة، ما تنساش تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الجديد. الفيديو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي هو رد فعل الكابتن احمد حسام ميدو بعد الهجوم الحاد من بعض جماهير نادي الزمالك بسبب الصور اللي انتشرت له مع الكابتن محمود الخطيب. رد الكابتن احمد حسام ميدو على الجمهور ده والجمهور اللي انتقده بفيديو حاد جدا نزله منذ ساعات قليلة. هنشوف مع بعض الفيديو، بس زي ما قلنا ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتقولوا لنا رأيكم في غضب جمهور نادي الزمالك على الكابتن احمد حسام ميدو. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع نعقب تاني. يعني امبارح المركب اللي جنبي بالصدفه كان كابتن محمود الخطيب مهندس فرج عامر، وكان معاه كابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى. المهم يعني اتصورت مع كابتن محمود الخطيب ونزلت الصوره، ويعني للاسف الناس بتشتم فيا والناس زعلانه ان انا اتصورت مع محمود الخطيب. طيب الناس ايه المفروض يعني لما تشوف بعض تدور وشها وتمشي الناحيه الثانيه، ولا نعمل ايه؟ هل النهارده لعيبه الاهلي والزمالك لو شافوا بعض مثلا في معسكر منتخب وسلموا على بعض ولا اتصوروا مع بعض يبقى الناس دي غلط؟ انا مش عارف ايه اللي وصلنا للمرحله دي، يعني مش عارف ايه اللي وصلنا لمرحله التعصب. في ناس للاسف زرعت جوه مخ الناس تعصب. بس شكرا. زي ما شفت حضراتكم ده فيديو الكابتن احمد حسام ميدو بيرد على جمهور نادي الزمالك اللي بدأ السباب والشتام عليه امس بعد الصور اللي انتشرت ليه مع الكابتن محمود الخطيب. وبيأكد الكابتن احمد حسام ميدو ان هو زملكاوي وهيفضل طول عمره زملكاوي لحد ما يموت. وكمان بيأكد احمد حسام ميدو ان هو ما ينفعش يشوف رمز من رموز الكرة المصرية، رمز ادى لمصر كتير، كابتن محمود الخطيب، وما يتصورش معاه، فكان لازم يتصور معاه. وكمان بيأكد الكابتن احمد حسام ميدو للجماهير دي يا ريت نوقف تعصب شويه، ويا ريت حملات السوشيال ميديا على بعض لعيبه الكوره وبعض الجماهير من هنا وهنا يا ريت تهدى شويه وبلاش التعصب اللي زاد عن الحد. كلنا شفنا الكابتن ايمن يونس وحادثه الكابتن ايمن يونس اللي تسببت في اصابه للكابتن ايمن يونس دون اي ما كابتن ايمن يونس يعمل اي حاجه. الراجل طالع وخارج من صلاه الجمعه بدا هجوم حد عليه من بعض الجماهير ادت الى بعض الاصابات للكابتن ايمن يونس. فكابتن احمد حسام ميدو بيطالب الناس بالهدوء شويه وعدم التعصب، ويا ريت نرجع زي زمان الاهلاوي بيحب الزملكاوي زي ما كنا، ويا ريت التعصب يبقى لكل نادي لحد، يعني الناس كلها تتعصب لناديها فقط، محدش بقى يبدأ يشتم ده ويتعصب على ده ويسب ده ويبدأ حملات التنمر زي ما شفنا على شيكابالا، ويبدأ حملات الشتيمة من جمهور الزمالك على بعض لعيبة الأهلي، وبتوصل للحد الأب والأم والأهل. فيا ريت نهدى شوية، ويا ريت صفحات السوشيال ميديا سواء أهلاوية أو زملكاوية تهدي اللعب شوية بين الجمهورين عشان ما نوصلش لحد المجزرة اللي حصل في بورسعيد وما نرجعش لحاجة زي دي تاني. يا ريت نهدى شوية، ويا ريت تقولوا لنا كومنتاتكم ورأيكم في الحملة الكبيرة اللي كانت على أحمد حسام ميدو أمس بسبب الصور اللي انتشرت على كابتن محمود الخطيب، ورأيكم في السباب والشتام اللي بيحصل الأيام دي من بعض جماهير النادي الأهلي ومن بعض جماهير نادي الزمالك. هستنى كل تعليقاتكم وكومنتاتكم تحت الفيديو ان شاء الله، واتمنى تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الجديد، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.